اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم ميني قرص بطريقه سهله جدا ومكوناتها موجوده في البيت. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه عندي نص كيلو ميني الدقيق الابيض المنخول، نص كوبايه من السمنه السايحه، معلقه كبيره من الخميره البودر، ربع معلقه ملح، 3 معالق من السكر، وكوبايه وربع من الميه. اول حاجه محضره بوله نزلت فيها بكوبايه من الميه مع السكر والخميره، وهبتدي اخفقهم بالمضرب اليدوي بالشكل ده. هجيب عندي نص كوبايه من السمنه السايحه، اي نوع سمنه انت تحبيه، هتبتدي تخفقيهم مع بعض. هجيب بعد كده عندي الدقيق وهبتدي انزل بيه على المكونات، وانزل بعد كده عليهم بربع معلقه من الملح، وهبتدي بقى الم المعلقه بالشكل دوت لحد ما الدقيق يشرب عندي المكونات. هبتدي بقى اعجن بايدي، ولو العجين عندي احتاج ميه انا بزود شويه شويه. نزلت بكوبايه واحده، سايبه ربع كوبايه الميه على جنب. هبتدي الم العجينه بالشكل اللي انت شايفاه دوت لحد ما تبصي تلاقي ايديكي نطفت خالص من العجين. العجينه طريه ولينه جدا. انا عندي كده نص كيلو الدقيق دوت اخد بالظبط كوبايه ميه دافيه. كل دقيق على حسب، في دقيق بيحتاج سوائل كتير. هبتدي الم في العجينه بالشكل دوت. العجينه كده اتعجنت معايا وبقت طريه خالص، اخدت عجن في حدود 10 دقايق. بعد كده هسيبها بقى في مكان دافي 10 دقايق بس. انا مش هخمر اول مره، هخمر للمره التانية بعد ما هشكلها. هسيبها 10 دقايق بس ترتاح. بعد كده هبتدي بقى اطلعها من البوله، وهبتدي اقسمها زي ما انت شايفه بالشكل دوت. هتقسميها على شكل صوابع بالشكل ديت. بعد كده هبتدي اقطعها قطع صغيره. انا هعمل معاكم ميني قرص اهو، قطع صغيره بالشكل ده. هتبتدي تكوريها، طريقتها سهله خالص. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا. لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. انا عامله انواع من القرص كتير جدا على القناه، لو حابه تدخلي تشوفيها. عامله قرص بالسمسم والسكر، وقرص مبسوسه، وقرص ساده، وقرص بالعجوه. حاجات حلوه قوي من سلسله معجنات، بجد هتعجبك. زي ما انت شايفه بالشكل ده انا كورت كل العجينه عندي بالحجم دوت. هجيب بقى عندي الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وهبتدي اخد بقى قطعه قطعه كده وهفردها زي ما انت شايفه بالشكل ده. طريقتها سهله خالص، ومكوناتها زي ما انت شفتي ما شاء الله مكوناتها بسيطه جدا. هتعمليها في البيت هتديكي كميه ما شاء الله كبيره. نص كيلو الدقيق هو بيبقى في حدود 4 كوبايات من الدقيق، هيدي معاكي الكميه ديت. هتبتدي تبططيها بكف ايدك بالشكل ده. بعد ما اشكلها كلها هرصها بقى عندي في الصواني، وهسيبها تختمر لمدة ساعة لساعة ونص، لان الجو برد جدا فاديها حقها من التخمير. زي ما انت شايفة عمل معايا الكمية ديت. هغطيها واسيبها تختمر لمدة ساعة ونص. بعد ما اختمرت بقت بالشكل ده، مولعة الفرن على درجة حرارة 180. الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق. اول ما ادخلها هتاخد بالظبط في حدود ربع ساعة. اول ما تحمر من تحت اولع الشواية تاخد اللون دوت. طالعة ما شاء الله، مش عايزة اقولك قد ايه مرتفعة. زي ما انت شايفة شكلها حلو قوي وطعمها خطير، طرية جدا وهشة. هسوي بقية القرص كلها. بعد ما طلعتها قدمتها في طبق التقديم. هتشيليها بقى في اكياس بلاستيك واحفظيها عندك في الفريزر. طلعي منها وقت ما تحبي، سخنيها في الميكروويف، بتطلع اكنك لسه عاملاها بالظبط في وقتها. طعمها بجد تحفة. اعمليها هتعجبك. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان كل جديد يوصلك، والف هنا وشفا. السلام عليكم.